اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. طبعا احنا مش عايزين نصور، بس الناس من فرحتها عايزه تصور. فمعانا الاستاذه هي تعرفكم بنفسها، وانا هقول لكم على شويه تفاصيل. ده برضو حاجه كبيره قوي بس من عند الله برضو. اتفضل، اسمك ايه؟ اسمي مهدية عطا. منين؟ من بأهلية متغمر. اسمك مهدية عطا؟ منين من متغمر؟ من متغمر نفسها من شارع الجيش. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والاستاذه علا؟ علا الجندي من المحله. اهلا وسهلا. اهلا بيك. استاذه مهدية، انت كان عندك ايه ورحت كشفت لك ايه؟ انا كان عندي غده كانت نسبتها عاليه، عندي اجسام مضاده كانت 910. وبعدين جيت لحضرتك قبل رمضان ب3 ايام قلت لي ما تاخديش البرشامه تاني. تمام. برشامه الغده. من يوم ما خدتهاش. وبرشام واديتني علاج للسكر كمان. وقلت لي ما تاخديش علاج، قال لي جرعه السكر برشامه السكر خدي النص وبالربع كده، قال لي لا بالتدريج. الحمد لله النسبه دلوقتي الى حد ما كويسه جدا. بالنسبه للغده عملت تحليل قبل ما اجي لك، ما شاء الله 910 بقت 73. طيب والاجسام المضاده؟ ما هي الاجسام المضاده بقت 73، كانت 910. والغده الحمد لله كويسه جدا وربنا يبارك لك. والنظر؟ ما شاء الله. والركبه؟ ايدك ما الركبه بقى سجدت. طب انت كنت بتعطي ليه حاله؟ انا عشان انا بقى لي 10 سنين ما بسجدش، نفسي اسجد. رحت معيطه؟ سجدت. ده عندي معجزه والله. انا كان نفسي اسجد فعلا، بقى لي 10 سنين بصلي على كرسي، وقالوا لي لازم تغيير مفصلين، وحقنت ركبي، حقناها عند طبيب لواء والله. لا بس طالب لا ما ينفعش. يعني قصدي دكتور هو ده شغله يعني. وانا شغلي انا دكتور كبير يعني. ما يهمكيش. استاذ علا، طب الزبون بتاعك فين؟ لا الحمد لله مفيش حاجه خالص. والبني عامل ايه؟ الحمد لله طيب. لله. تسلم ايدك، ربنا يحسن ما بين ايديك. الله يخليك. استاذ علا من المحله بقى، انت قولي بقى الدنيا كانت عامله ازاي وايه اللي حصل في كتفك والكلام ده؟ كتفي الحمد لله كانت دراعاتي من هنا ما بقدرش ارفعها خالص، ولا اقدر اعمل بيها اي حركه ولا اي اتجاه. الحمد لله من اول مره. طب اسمك ولا ايه معلش؟ سامي الجندي. منين؟ من المحله. منين من المحله؟ 7 بنات. 7 بنات. انا كنت شغال في كنت موظف في نادي الغزل، في النادي اللي هو اسمه النادي الاجتماعي غزل المحله. غزل المحله. كنت سبتها عشان الكوره، كنت بلعب كوره وما رضوش عشان كان في حرق بسيط في رجلي نوت، ما رضوش يطلعوا لي كارنيه اتحاد كوره، مع ان انا كنت باخد الكوره وربي من الجول للجول ما حد كان يوقفني. بس هي رجلي لا، ما خلاص بقى الحمد لله. طب يا ربنا اللي عايزني كده. فكان في حرق بسيط نوت في رجلي، قال لا ده ما ينفعش عشان خاطر الحرق في رجلي ده. يا فندم ده ضرش ما فيش فايده. الحمد لله كده احسن بكتير. ربنا انا احسن يا استاذ محمود والله. الحمد لله. طيب الزبون بتاعك فين؟ لا الحمد لله يعني ما فيش. لا الحمد لله والله. والله الدكتور قال لي ما بتروحش. والله قال لي ما بتروح. طب والبلع؟ لا الحمد لله. والبلع عامل ايه؟ الحمد لله. والحشرجه اللي كانت هنا؟ لا انا كنت قاعده ضربات القلب السريعه؟ نحن ما كانتش باستمرار، بس كانت ابقى قاعده كده الاقي ضربات القلب. طيب دلوقتي عامله ايه؟ لا الحمد لله. طيب بصوا يا جماعه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما بكم من نعمه فمن الله. ما حدش يقول انا عالم، قول انا بجتهد وربنا بيديني. انما حته عالم دي، العالم هو الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نسمي اي جهبذ في مصر او اي راجل عنده علم ربنا مديهوله يقول المجتهد فلان، الاستاذ المجتهد فلان، المهندس المجتهد فلان، احسن من الاستاذ العالم والكلام ده كله. الاستاذ الدكتور المجتهد، الكلام ده كله. فحته المجتهد دي تبقى فضل من عند الله سبحانه وتعالى، لان الكلمه دي خطر، كلمه كبيره. العالم هو الله بس. فحته الضغط العالي بتاع العين او الذبابه اللي بيقولوا ما بتروحش، او ضعف النظر، او الغيامه، او الماء البيضاء، او الماء الزرقاء، او ضربات القلب السريعه، او صعوبه البلع، دي كلها اعراض غده. كلام سليم بفضل المولى عز وجل في نصف دقيقه. والناس اللي تطلع ما جوش عندي ولا اي حاجه ويقولوا ما لانه مش مصدق. طب انت ما جاتش بتكذب ليه؟ بتكذب عليها ليه؟ وتقول نصاب ليه؟ انت ما دام ما جاتش هنا ما انتش مصدق، نعمل لك ان شاء الله ما صدقت ولا وعيت تصدق. نعمل لك ايه؟ من عند الله. انتوا بتقولوا كلام مش موجود واحنا بنرد عليكم بالحاجات. انا قلت لك اصور ولا انت قلت لي اصور؟ كلام سليم؟ ايوه. لان كنت هنا قبل كده. ايوه. ورحت حللتي. ايوه حللت فعلا قبل ما اجي لك. احنا لو بنصور كل يوم الحلقات، الناس اللي بتجينا والحالات اللي بتجينا مش هنشتغل.
ان عندنا ناس كتير، واحنا اشتغلنا الثلاث ايام بتوع الاسبوع دهوت عشان خاطر لسه الزغارات شغاله دلوقتي. الزغرات. طب الزغرات انت بقى والله لو اعرف كنت زغرت. طب الست انا فرحت انها بتزغرت لان انت وهي دخلت قلت لها ايه؟ الست ما كانتش قادره تدخل، داخله على عكاز والغضروف انت قلت لها ايه بره؟ انا قلت لها بره انت هنا هتخرجي حاجه ثانيه، ان انا عندي ثقه لاني مش مصدقه برضه، وجوزها ما كانش مصدق. دي مره اجي لك وحلمت واتاكدت ان انت صح بفضل الله. اصل انا كنت داخله بالتحدي، خد بالك والله العظيم. حد ده ربنا الشافي حد والله العظيم كله بيتحدى. قلت لهم انا ان شاء الله عندي ثقه في الله ان انا هخف على ايده ان شاء الله. ربنا يجعله سبب قصه ان حد بيشوفني دايما، ناس كتير بتجيلي تقول احنا شفناك في رؤيا كذا كذا، ده اللي خلى جابني ليك والكلام ده كله. ان شاء الله دي تبقى رحمه، تبقى رحمه من عند الله ديت ان شاء الله. ان شاء الله اكون على خير ان شاء الله. هي مش بحاجه، هي ببركه الصلاه على سيدنا محمد. طب صلوا على النبي كده وانت تشوف خير والله. صلوا على سيد الخلق، ده جاي لكم برساله الرحمه، جاي لكم برساله الاسلام، جاي لكم برساله الاخلاق والمبادئ. انت بتتنرفز والكلام ده كله، روح دور على قولونك. بتتعصب، روح دور على قولونك. كلام سليم. بشكر الناس اللي سالت عليا تاني مره، بشكركم جدا. والناس اللي ما عرفش ارد عليها بسبب كتر الاتصالات وكتر الضغوط اللي عليا بسبب الاتصالات. في ناس يا عيني بقت تعدي بعض الاتصالات مني، ارجع لها عشان اضرب عليها، ابص الاقي الناس بتتصل عشان يطمنوا عليا. انا كويس بفضل الله برضه. وخلي بالكم الزعل وحش، لان انا زعلت زعله كده ربنا ستر، وسبت الناس يعني اللي كانت جت لي عيني جاي من اخر الدنيا. سامحوني حقكوا عليا، بس فعلا كان الضغط عالي عندي جدا جدا فجاه مره واحده بسبب الاجهاد الشديد والحاجات دي. فبشكركم وبشكر كل الناس اللي سالت عليا. والناس اللي سالت عليا ما كنتش مصدق ان في ناس بالمستويات العاليه ديت ان هم يعرفوني كويس وبيطمنوا عليا، مش لاجل حاجه. بيقول لك عشان الغلابه، عشان الناس الطيبين اللي بيجوا لك، عشان الناس الغلابه اللي بتجي لك من جميع المستويات بفضل المولى عز وجل. لما شاء الله. اللهم صل على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بطيء. اتصال بطيء. علق. طب ماشي مش مشكله يا جهان. شغل الهواء كده معاك. استنى يا رجاله، استنى يا رجاله.